طيب احكِ لي يا نادر، مين نادر البدراوي؟ انا ما بحبش الكومفورت زون، انا بحب التشالنجز وابني حاجه جديده، وعملت بقى مشاريع كل ما تتخيله، من اول ان انا ابيع اكياس زباله لحد ويتيفاي. فخسرت كل الفلوس اللي كانت معايا في قسطه، وبعدين الديون كترت، رحت واخد قرض، فخسرت الفلوس اللي معايا وخدت قرض، وقعدت 5 سنين بصرف عشان خاطر اسدد الدين بتاع قسط. في ناس هي عايزه تلاقي كل اخر شهر مرتبها يجي لها وتبقى قاعده مبسوطه ومطمنه، احنا بنخاف من اخر شهر. ازيك يا نادر؟ الحمد لله كله كويس. أخبارك إيه؟ عامل ايه؟ الحمد لله كله بخير. طيب احكِ لي يا نادر، مين نادر البدراوي؟ طبعًا أعرفك من زمان، ايوه وإحنا علاقتنا ممتدة تقريبًا يمكن almost 16 17 سنة. من 2012 يجي 2013 2012 مظبوط 2012 تقريبا، هي 2012 بالظبط. نادر البدراوي. مدين طيب حاليا انا نادر بطراوي، انا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركه اسمها ووتيفاي اي. ووتيفاي هي شركه في مجال الذكاء الاصطناعي. بنوفر اي ايجنتس لخدمه العملاء والتواصل مع العملاء. ده حاليا انا بعمله. قبل كده اشتغلت بقى في حاجات كتيرة، وكان عندي شركات تانية كتير يعني. جوب زلة مثلا على سبيل المثال، اللي احنا اشتغلنا برضو مع بعض شوية أو عرفنا بعض من خلالها. صح. واحدة من الشركات. ومش عملت حاجة تانية كتيرة يعني. واحد بيحارب يمكن في السوق بتاعنا إنه يعمل حاجة كويسة، فبكل الظروف اللي بلادنا فيها والمنطقة فيها، وإن شاء الله نحقق نجاح كبير يعني. أنت بتعمل اختصار شديد جدًا للموضوع، بس هو أنا عارف إنه طبعًا رحلتك يعني فيها تفاصيل كتير. قُل لي احكِ لي كده من بدايتك خالص يعني مع ريادة الأعمال. خلّينا نبتدي الأول، أنت أصلًا خريج حقوق صح؟ صحيح، بس أنا بدايتي ما لهاش علاقة بتخرُّجي، يعني أنا هاحكي لك برضه القصة. أنا اتولدت في كندا، كان أهلي عايشين في كندا، وبعدين قعدت أول فترة في طفولتي في كندا، وبعدين رجعنا مصر. أنا أهلي أصلًا من دمياط، مش من القاهرة، فكنا دايمًا لمّا بنيجي نصيّف، بنصيّف في راس البر. لو أنت تعرف راس البر، هو راس البر كانت طبعًا. الساحل بتاع زمان. وكنا قاعدين في منطقة كانت بيوت عوائل، عائلات عايشين بيروحوا يصيفوا كل سنة في نفس المنطقة، والمنطقة دي ما كانش فيها سياح، يعني ما كانش فيها ناس بتيجي تأجر وكده، لأ دول الملاك اللي عايشين، العائلات في المنطقة دي. وكنت أنا لمّا رُحت راس البر أول مرة في حياتي وكده، كان عندي صحابي باصحى الصبح من النوم ما بالاقيش حد، وأفضل قاعد مستني يظهروا بعد المغرب. طب أنتم فين يا جماعة؟ إحنا بنشتغل. فدمياط بلد، أول حاجة دمياط أقل محافظة في مصر فيها نسبة بطالة، كل الناس بتشتغل، الطفل من وهو صغير بيشتغل. فأنا كنت باصحى من النوم، طبعًا أنا والدي كان محامي برّه، ما لوش أي أعمال في دمياط أو في مصر أو كده، وكان بياخدوا المحامين، أنت عارف ليهم أجازة قضائية في الصيف، ما بيشتغلوش، فكان بيقعد الصيف كله في راس البر، أصوله هناك، وأمي كمان أصولها هناك، وما كانش عندنا حاجة نعملها. في دمياط لأ، دمياط الدمايطة أول ما بتخلّص أولى ابتدائي أو تانية ابتدائي لازم تشتغل، فكل يوم الصبح هتنزل مع والدك تروح الشغل بتاعه، عنده بقى مصنع، عنده محل، عنده تجارة، لازم يشتغل. فأنا من وأنا طفل كنت حاسس، أولًا في حالتي أنا كنت حاسس إن أنا مش مكتمل الرجولة كطفل. ليه؟ لأن أنا أصحابي بيشتغلوا من وهُم أطفال، وأنا مش عارف أشتغل. فده خلّاني عمّال أسعى، أنا عايز أشتغل، فأعمل إيه؟ فعايز أفكّر في أفكار ومشاريع، عايز ألاقي حد يشغّلني، وأنا طفل يعني بتتكلّم عن واحد مثلًا 10 سنين، 9 سنين في الحدود دي. وابتديت فعلًا وأنا طفل أعمل حاجات زي كده، وأروح أساعد الناس، المحلات اللي جنبينا، سوبر ماركت، إحنا كُنّا على البحر البيت بتاعنا، أروح أساعد في كافيه قدّام بيتنا من غير مقابل، بس يبقى اسمي باشتغل. فمن وأنا صغير جدًا بقى عندي الvalue بتاعة العمل، إن أنت لازم تكون إنسان، لازم تكون بتشتغل ولازم تكون مُنتِج بشكل كبير. وفضلت طول عمري بافكّر بهذا الشكل، وعملت بقى مشاريع كل ما تتخيّله، من أول إن أنا أبيع أكياس زبالة لحد Wootify، يعني عدّيت بكل يعني من وأنا طفل، يعني الحاجات دي كنت وأنا طفل يعني لغاية Wootify. يعني مثلًا في راس البر كان الناس بتشتري طلباتها من دمياط، لإن دي المدينة، فكنت أروح أنا أشتري حاجات وآجي أبيعها، مثلًا أشتري جملة وآجي أبيعها قطّاعي وأنا طفل. أحاول أعمل مثلًا، عندي مثلًا موهبة معيّنة باعرف أعملها، أعمل حاجات على الكمبيوتر، وكان زمان دي كل ده في طبعًا. دمياط، أنا كنت الفترة باروح بتاعة بس في دمياط. الصيف، يعني أنا كان عندي نُص وقتي في المدرسة طبعًا في القاهرة، بس كنا بنصيف في البلد دي، فهي اللي علّمتني الكلام ده. لمّا كان عندي 16 سنة ابتديت أشتغل بجد بقى full time، وابتديت بقى أتعلّم حاجات كتيرة. أنا دخلت حقوق English،
اول حاجه دخلت القانون مش لان انا بحب القانون بس، وكمان لان والدي كان محامي كبير ومات وانا عندي 13 سنه، وكانت وعده اني ادخل القانون. فدخلت كليه القانون، حقوق القاهره، انجلش سكشن. بس عمري ما اشتغلت في المحاماه. انا اتخرجت من حقوق، كنت انا اوريدي ناشونال سيلز مانجر في شركه نسله، وكان بقالي سنين بشتغل وماسك بوزيشن، وكنت دخلت في الحته بتاعت البيزنس والماركتنج وكده، وكنت بعيد تماما عن مجال القانون، وصعب بعد ما اتخرج ارجع تاني ابدا من الصفر في مجال المحاماه يعني. فما اشتغلتهاش صراحه. تاني حاجه، انا كنت مغرم جدا بالتكنولوجي طول حياتي. يعني يمكن انا من اوائل الناس في مصر، او انا اوائل الناس اللي اعرفهم في حياتي يستخدم الانترنت. فكنت انا يمكن الوحيد في كل اصحابي وفي كل زمايلي اللي بيعرف يعني ايه انترنت، وبيعرف يستخدم كمبيوتر، وبيعرف يستخدم حاجات. يعني انا كنت مغرم بالتكنولوجي، ودايما كنت عمال افكر ان انا عايز اتعلم التكنولوجي، وعايز اتعلم ازاي بتشتغل وابني حاجات بيها وكده. فحتى وانا ماشي في الكارير بتاعي كموظف، انا كنت حاسس ان انا مش هو ده مكاني. يعني انا مكاني انا ابني تقنيات وابني ابلكيشنز وابني سيستمز. فكان دايما دماغي في الحته ديت، لحد لما جاء الوقت اللي هو لا، انت دلوقتي تقدر تعمل ده. يعني كان بقالي سنين شغال في الكوربريت، اشتغلت في شركات كتيره، وخلاص زهقت ان انا اكون موظف، وحاسس ان انا لا، عايز اعمل ستارت اب تكون خاصه بيا. وكان اول بدايه في التكنولوجي كانت مع جوبزالي في 2012. قررت ان انا ابدا الشركه دي، وما كانش معايا فلوس خالص. يعني كان انت عارف شاب صغير بيبني نفسه، فاللي بيحوش ليه ايوه، يجيب لا بيت. بس في هنا ترانزيشن حصلت يعني دي جت ازاي؟ يعني هو المفروض انه دي حاجه ما تجيش مره واحده. جت ازاي ان انا اقرر اسيب الكوربريت واروح للستارت اب؟ بالظبط. وبعدين ستارت اب على طول، انت دخلت على طول على جوبزيلا صح؟ صحيح، من كوربريت لايف لجوبزالي. بتبني شركه خاصه بيك، ونقدر نقول انها اتش ار تك كومباني صح؟ انا هقول لك الترانزيشن جات لي ازاي والجرأه جات لي ازاي. انا كان تصوري عن الشركات، انا كنت بشتغل في شركات كبيره زي سيتي بانك ونسلي والشركات الكبيره دي. فكان بالنسبه لي تصوري ان تنشئ شركه حاجه برضو مش سهله، حاجه صعبه ومكلفه. وبعدين جت ليا فرصه اشتغل في شركه بي دوت كوم. وبي دوت كوم هي ستارت اب برضو في الاتش ار تك. طبعا. اول مره في حياتي اشتغل في ستارت اب. هي طبعا كانت بقى لها كذا سنه شغاله، يعني يمكن كان بقى لها 12 سنه في الماركت، وكانت ماتيور وسوليد ستارت اب. بس بالنسبه لي هي ستارت اب. فلما لقيت السيت اب بتاع الاوفيس شكله عامل ازاي في مصر، وطريقه ادارتها في مصر عامله ازاي، وحجم التيم عامل ازاي، والنجاحات اللي بتحققها الستارت اب دي، مع ان هي حاجه اورجانيزيشن صغيره جدا بالنسبه مثلا لنسلي تتكلم في 400 الف موظف ولا حاجه اكتر من كده، لشركه فيها مثلا 100 شخص. اتعلمت فيها ان انت مش لازم تبقى مايكروسوفت عشان تبدا شركه كستارت اب. يعني انت ممكن تبدا بسيت اب صغير، وتعمل سيت اب صغير، وتعمل شركه تاثر، وتعمل نجاح كبير وتغيير في السوق. وفعلا عملت كده. يعني انا حتى ما كانش معايا هو فلوس. بيت الصراحه مدرسه. انت عارف انا اشتغلت في بيته برضه صح؟ اكيد. وبقيت شركه محترمه انا اتعلمت فيها حاجات، وكانت دي مدخلي يمكن او ادتني الجرأه ان انا ادخل في المجال ده. وما كانش معايا فلوس بقى كفايه، كنت فاكر ان الفلوس اللي معايا ما تكفيش، بس قلت لا، انا الفلوس انا مش محتاج يبقى معايا ملايين، انا محتاج يبقى معايا فلوس تكفي ان انا اعمل اوفيس كويس، ابتدي اعين ناس، اقدر اتحمل مصاريف مثلا سنه من ابني تكنولوجيز وماركتنج وكده. فلقيت ان انا ثروتي عباره عن ايه؟ انت عارف ان اي شاب صغير بيقعد يشتغل عشان يجيب بيت وعربيه وحاجات كده مع شويه سيفنجز. فقلت انا مش محتاج الحاجات دي خلاص، انا هبيع بيتي وهاخد الفلوس هعمل بيها شركه. طبعا الناس كلها كانت شايفه انه يعني لا لا، ثانيه واحده بقى. هو دي كانت عامله بومينج. انت نزلت بوست انا فاكر في 2000 وكام؟ 12 يمكن. 2012. وانت فكرتني دلوقتي بالموضوع ده. وكل الناس خدت البوست ده وشيرته. حلو. انا ما اعرفش لسه البوست ده موجود ولا لا. عشان بعت البيت. فايه اللي حصل؟ هو ريسكي، خد بالك. يعني انا عايز اقول لك حاجه، انا يمكن لو عارف، او انا مثلا كنت خدت التجربه دي قبل كده بنفس الطريقه، كنت ممكن اخاف. انما في الاخر هو طبعا فيري هاي ريسك. يعني انا مش بقول ان اي حد يقدر يعمل كده، بس انا كان عندي وجهه نظر. اولا انا صغير في السن، ثاني حاجه انا اللي عملت الحاجات دي كلها لنفسي. فوات اف ان كل ده فشل وخسرته، هعمل غيره. يعني ما دام انت عندك السكيل وعندك القدره والصحه طبعا انك تنتج، مش مهم لما تخسر اللي انت عملته هتعمل فيه. فده كان شويه التفكير بتاعي. تاني حاجه، انت لو بتبقى مؤمن جدا بايديا، حتى لو هي اي كلام، هتلاقي نفسك بتضحي كل ما تملك عشان خاطرها. ممكن يبقى كل الناس شايفه ان انت بتعمل ده اي كلام،
بس انا توكلت على ربنا وقلت انا حابب اعمل ده فيلا بينا. فقلت خلاص انا هشتغل وهعمل ده. وما كانتش سهله، كانت صعبه جدا. اصلا فكره ان انت تبقى رائد اعمال بالشكل ده هي صعبه جدا، هي اصعب شغلانه. يعني في ناس بتشوف ان انا الله هبقى فاوندر وسي او، دي حاجه حلوه قوي وتايتل وبتاع وياخدوا الصور بقى ويطلع بشكل انه يعني حد جامد. لا بس ثواني، انت هل بتنصح اي حد انه يعمل زي اللي انت عملته ده بالظبط؟ لا 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 بصراحه لا. اصل انت بتقول هل بتنصح اي حد؟ هو الحقيقي ان مش اي حد يقدر يبقى رائد اعمال. يعني من تجاربي بقى صحيح، وخبرتي ده حقيقي، وكده ده حقيقي. مش اي حد يبقى رائد اعمال. يعني انا هديك مثلا مثال. انا عملت شركه وصديق عمري راجل كوربريت جاي قعد 15 سنه في الكوربريت. كان راجل ناجح جدا جدا في مجال الكوربريت واشتغل في كذا دوله مش بس مصر. بس لما دخل موضوع الستارت ابس عاتل، ما عرفش يكمل، ما عرفش يدير العمليه كلها. لا بتدير كشغل ولا بتدير كضغط عصبي ولا بتدير كزنقه عمليه. يعني في تحديات كتيره بتقابلك ممكن تكون انت اصلا مش مخلوق ليها، ما تعرفش تعملها، ما عندكش استعداد يعني تتعامل معاها. فدي حاجة مش أي حد يقدر يتحملها. في ناس هي عايزة تلاقي كل آخر شهر مرتبها يجي لها وتبقى قاعدة مبسوطة ومطمنة. احنا بنخاف من اخر الشهر لان انت عليك رواتب جايه وممكن يكون في البدايات مفيش انكم كفايه، فده بالنسبه لك ضغط. هل اي حد يقدر يتحمل الضغط ده ولا لا؟ تاني حاجة، انت في الستارت ابس بتشتغل كل حاجة. يعني انا بشتغل شوية اوفيس بوي، شوية كهربائي ونجار، صحيح. شوية ليجل، شوية اتش ار، شوية فاينانس، شوية ماركتنج، شوية سيلز، بتشتغل كل حاجة. فهل انت عندك القدرة تتعامل مع تاسك مختلفة في وقت ضيق بحاجات مهام صعبة وكريتيكال لشركتك خصوصا في البدايات؟ فدي برضه مش اي حد يعرف يعملها. فدي نقطة مهمة. الفشل المتكرر، انت في ستارت اب لما تيجي تبدأ بيقابلك كمية فشل في الأول. هو مش فشل، هو يعني إخفاقات في الأول، وأنت بقى عندك بلان، حاجة في دماغك عايز تنفذها. لما بتيجي على أرض الواقع بتلاقي إن البلان بتاعتك مش هي مظبوطة، يعني محتاج تعمل بيفتنج كتير جدا. فهل ده بيجيب لك إحباط ولا ده بيخليك تتعلم أحسن وتغير من البلان بتاعتك وتبقى مور فليكسبل وتعمل حاجة أحسن؟ فدي كلها ليها علاقة بطبيعة شخصية البني آدم. هل البني آدم فعلا يعرف يتعامل مع الحاجات دي؟ هل البني آدم عنده المرونة إنه يعرف يغير من كل حاجة هو كان مخطط لها؟ هل البني آدم عنده ريزيلينس إن هو يعرف يقاوم الصعاب دي ويكمل؟ هل هو فايتر فعلا في السوق بتاعنا؟ فلو البني آدم عنده الصفات ديت يعمل ده ما يقلقش. إنما لو ما عندوش الصفات يعني ما يضيعش وقته. بس هي ما كانتش رحلة سهلة، يعني مش هقول لك إن هي كانت بيس اوف كيك. يعني بالعكس، انت اوقات كتيره كان عندك سيلف داوتس، اوقات كتيره كان عندك زنقات ماليه، اوقات كتيره كان في عدم يقين، اوقات كتيره كان في بنمشي ناس نعمل لهم سايزنج. فكان عندك ازمات طبيعي. بس ما فيش نجاح سهل. يعني هو الناس اللي بتشوفك ناجح هي بس بتشوف اخر لقطه وبتفتكر ان انت الموضوع سهل. انما لو عايش معاك بيعرف لا، ده انت عديت بمراحل كتيره عشان توصل للنقطه دي، والنقطه دي صعبه. يعني وانا اتعودت. يعني انا لما باجي اعمل بزنس انا ببقى دايما، عشان يمكن جربت كذا مره فبقيت عارف من الاول ان انا داخل على ايه. فانا واخد القرار من جوايا وعارف المأساة والمعاناه اللي هعانيها. بس في ناس بتستمتع بده لان هو في الاخر شايف انه مفيش حاجه سهله وانه الريورد كبير فيستاهل مجهود كبير. مفيش ريورد كبير هيجي لك بمجهود اي كلام. لازم تتعب جدا وتشقى عشان تعمل نجاح فعلا يستحق يعني. وبعدين اللي حصل انه جوبزيلا كانت في فتره من الفترات كانت بتشتغل كويس، وبعدين حصل لها اكوزيشن. هي اكوايرد في 2014. يعني انا بدات اشتغل على جوبزيلا في 2012. خدنا اول فند في 13 وبعدين تاني فند خدناه في 2014. وكانت مجموعه سعوديه جت استحوذت على ماجوريتي شيرز في الشركه، وهم they invited us ان احنا to expand في السعوديه. وبصراحه كانت فاتحه خير علينا لان هم اسم كبير جدا في المملكه، وباسمهم قدرنا ناخد مشاريع كبيره ونكبر ونتوسع بشكل كبير. فاكيد وفر علينا كتير. يعني انت لما تيجي سوق غريب عنك مش زي السوق المصري، سوق زي السوق السعودي، وتشتغل باسم كبير، فده بيفتح لك الابواب طبيعي. زي مثلا في مصر لو انت رايح تعمل بيزنس ومعاك بارتنرشيب مع اسم كبير جدا وهم بيعتبروها كسبسيدري منهم، فاوراسكوم مثلا،
فتخيل ايا كان ايه الشركه اللي انت عاملها بس قلت انها باي اوراسكوم، هيفتح لك الباب، فهيسهل لك الامور كلها. فده حصل معانا بصراحه، وساعدونا كتير. هناخد مشاريع كبيره ونتوسع ونكبر، وتحولت منها ستارت اب، يعني بقى خايف ان انت تجيب مرتبات وخايف انت تجيب سيلز وكده، لشركه بقت خلاص نوعا ما ماتيور وستيبل وبتكبر، واتحولت بقت كوربريت مع شويه وقت. يعني يمكن في 2000 مثلا و18 19 كان احساسي بيها ان هي شركه كبيره، يعني او جزء من كيان كبير، فما بقتش تحس بنفس التشالنجز بتاعت الستارت ابس وكده. ويمكن ده بالنسبه لي ما كانش مريح. انا ما بحبش الكومفورت زون، انا بحب التشالنجز وابني حاجات جديده، وفي نفس الوقت يبقى عندي فلكسبيتي ان انا اغير واطور واكبر وكده. انت لما تبقى جزء من كيان كبير بتبقى خلاص حركه صعبه، التغييرات صعبه، وسلسله المفاجآت طويله، وما بقاش عندك المرونه والحريه اللي انت نادر، لو عايزها. رجع بيك الزمن ايه القرار، قول لي قرار او اتنين انت خدته في جوبزيلا و... وتتمنى انك ترجع وتغيره. والله شوف، يعني في حياتي عموما ولا حاجه. يعني انا اقول لك ليه في حياتي عموما ولا حاجه، عشان خاطر ما هو يعني انا النهارده الوضع اللي انا فيه النهارده هو نتاج كل اللي فات، بالحلو وبالوحش. فانا ما اعرفش لو ما كنتش عملته كان هيبقى ايه الوضع. يعني انا مثلا عملت شركه وفشلت مثلا، طب انا النهارده عرفت انها فشلت، هل لو رجع بيها الزمن مش هعملها؟ فهو سؤال صعب عشان انت عارف ليه. لان انا لما اجي ابص على تجربه الفشل عموما، انا اتعلمت منها حاجات كتيره جدا. لو ما كنتش عملت ده كان ممكن ما اخسرش شويه فلوس، بس ما كنتش هكسب المهارات اللي انا كسبتها اللي خلتني اعمل اكتر في المستقبل. فانا يمكن الاخفاق، يعني انا عموما شخص بتعلم من اخطائي وفشلي اكتر بكتير من نجاحاتي. يعني انا لما بنجح في حاجه ما بركزش معاها قوي، خلاص يعني كويس ان عرفت اعملها. انما ايه اللي بيخليك تقعد تراجع نفسك وتحاسب نفسك وتعيد حساباتك وكده؟ الاخطاء، الفشل، اي صحيح. حاجه بتحصل لك. صح. فانا اتعلمت حاجات، يعني اكيد انا اخطات حاجات في كل الحاجات اللي عملتها في حياتي، استفدت ان انا ما اخطاش الخطا ده مره تانية. هي دي الخبره برضو. ما الخبره عباره عن شويه اخطاء انت عمال بتعدي بيها، فبتعمل لك الخبره. لو انا ما كنتش اخطات الخطا فما كانش هيبقى عندي الخبره دي، فكان ممكن اخطاه في حاجه اكبر. فكويس انها جت على الحاجات الصغيره، لان هي بالذات حاجات كل اللي فات صغير. فكويس انها جت في الصغير، اتعلمت فيه في الكبير. يعني اكيد انا النهارده وانا مثلا بدير ويتيفاي في اخطاء كثيره جدا وقعت فيها زمان عمري ما اقع فيها النهارده، فيمكن يكون دي اكبر، الله اعلم. ما اقدرش اقول لك ان انا ندمان على حاجه، هو انا بس اتعلمت حاجات ما كنتش اعرفها زمان. ودي حلاوه اللعبه، عشان حلاوه الموضوع كله في ان انت بتدخل وانت مش عارف. يعني لو انت عارف يمكن ما تدخلش، وده مش هيخليك بني ادم احسن، هيخليك بني ادم ماشي جنب الحيطه. يعني اللي هو ايه، ما فيش اي تشالنجز في حياتك وخلاص، مش يعني عايز انا كده. انا أنا متخيل ان كان في اكوزيشن، وبعد الاكوزيشن ده كان في يعني حاجات كتير قوي اتغيرت في اسلوب بالظبط، اداره الشركه. دي حقيقه. صح. واللي حصل بعدين انه انت انتقلت للسعوديه، ولا في محطه قبلها؟ صح. لا، هو من 2014 كان مينلي احنا الاوبريشنز اتقسمت على مصر والسعوديه. م. فكان الكو فاوندر بتاعي ماسك السعوديه وانا كنت ماسك مصر. فضلنا ماشيين لده لغايه 2019. هو جات له ظروف وكان لازم يسيب السعوديه، فساعتها انا جيت بعديه. وبعدين جت كورونا وكده، يعني كان فيها شويه لخبطه. انا فضلت قاعد في مصر، مكمل في مصر طبيعي، وكان هو ده الكاتشب بتاعنا. وبشتغل ريموتلي على بروجكتس معينه موجوده في مصر. اسست شركه، يعني في 2016 اسست اوستا مثلا. فدي كانت في النص ما بين الطريق، وكان السبب في التاسيس زي ما قلت لك ان انا حسيت ان الشركه بقت كوربريت قوي بزياده، يعني او داخله في حته انها تبقى ستيبل بزياده. انت لما بيجي لك شركه كبيره تستحوذ على ماجوريتي شيرز في الشركه، انت بتتحول بمزاجك او غصب عنك لموظف الشركه، مش لفاوندر وستارت اب وكده. لان انت خلاص بتلوز الكنترول مع الميجر شير هولدر، وهو بيحط لك البوليسيز بتاعته والبلان بتاعته والاجنده بتاعته تديرها بالشكل ده. فده كان بالنسبه لي ما كانش مرضي، يعني انا ليا كشخص. فابتدي افكر طب ما انا عايز اعمل حاجه جديده، وفعلا حاولت اعمل قسطه، وكانت عامله نجاح كبير جدا. بس ما ثانيه واحده، عرفناش. قسطه دي قصه. قسطه يعني قصه هنا. يعني لا يعني قسطه اولا هو كان رايد هيلينج ابلكيشن، صح؟ زي اوبر وكريم في مصر. اوبر اوبر. وكريم كانت يعني برضو يعني ساعتها في الماركت قبل الاكوزيشن بفتره، صح؟ والله هي كانت يعني لسه في وكان في بدايتها، صراع ما بينهم. ما كانش لسه في صراع.
يعني انا لما قررت اعمل قصه في مصر ما كانش لسه كريم واوبر اصلا معروفين في مصر، يعني الاندستري دي كانت لسه جديده، وانا كنت شايف اوبورتيونيتي زي ما كتير كانوا شايفينها ان المجال ده كويس جدا. وبعدين المجال ده ميزته ان هو مبني مش على تكنولوجي بس وكمان على اوبريشنز، انك تجيب سواقين وتدربهم وتخليهم يشغلوا الابلكيشن وتجيب ركاب وكده. فدي حاجه ما بعرف اعملها، ان انت تدير عمليات كبيره اوبريشنز كبيره، حتى من خبراتي السابقه بعرف اعملها كويس. فقررنا نبدا اسطى، وفعلا بدات وكنا عاملين نجاح كبير جدا. يعني احنا بدانا في مارس 2016، كميه الطلب على الابلكيشن بتاعنا كانت كبيره جدا، الميديا كان كلها بتتكلم عننا، كنا بنعمل نمو اسبوعي يمكن 30%، فكنا شغالين كويس جدا. المشكله الاساسيه اللي قابلتنا ايه؟ ان في نفس السنه اللي احنا اطلقنا فيها واسطه، اوبر خدت 3.5 مليار دولار من صندوق الاستثمارات السعودي كانفستمنت، وكريم خدت نص مليار دولار من الامير وليد بن طلال، فخدوا انفستمنتس كبيره جدا في نفس الوقت. فطبعا لما كنت اروح لانفسترز اتكلم معاهم كان بيقول لك نو ويت تنافس مع دول. طب يا جماعه احنا بنحقق، احنا في اقل من سنه كان عندنا 14 مدينه في مصر، عندنا يمكن 10000 سواق، حوالي 400,000 عميل بيستخدموا ابلكيشن واكتف، ففي بوتنشال. بس الانفسترز خافوا، قال لك لا ما انت مالكش عمل. وانا شايف انه كان قرار غلط منهم. يعني لو هم عندهم الرؤيه النهارده شوف في كام منافس والديماند عالي جدا والسوق ضخم جدا، واي شركه هتطلع تنجح يعني، بس محتاجه الدعم والسبورت. ففي التوقيت ده كان برضو الوضع مش احسن حاجه، ولا في مصر كان احسن حاجه. يعني خد بالك مصر 2016 كان فيها تعويم كبير جدا، كان في عدم استقرار في الاسواق كبيره جدا، كان في حتى سياسيا عدم استقرار على كل ايوه بس المستويات. ألز قبل 2016 اوبر وكريم موجودين في الماركت بشكل كبير. مش في مصر، لا مش في مصر. يعني يمكن اوبر دخل مصر 2013 او 2015 اواخر 2015. يعني انا فاكر ان انا كان مكتبي جنب اوستا، كنا يعني جنب اوبر، اوستا واوبر الاثنين جنب بعض، فاحنا الاثنين كنا بنعمل ديكوريشن للمكتب في نفس التوقيت. فهم كانوا بادئين قبلنا بكام شهر، يعني بداوا شهرين ثلاثه، مش مده طويله، كانت لسه جديده. وكريم كانت لسه جديده، هو كريم اصلا طلعت سنه 2013 يمكن، يعني بدات وكانت بدأ في الامارات مش بدأ في مصر، وكان المفروض ننجح لو كان في فند. البيزنس ده فيه خسائر ماليه كبيره جدا، لان انت بتشتري وقت السواق، بتديهم حاجه اسمها جارانتيد اوري ريت، فبتدفع فلوس، عايز تعمل ماركتنج كبير وتجيب عملاء، فكنت تديهم فري رايدز كتيره، فكانت الاوبريشنز محتاجه صرف رهيب. فلو معكش فيها حرق فلوس انفسترز في حرق فلوس رهيب عشان تعرف تكمل. فلو مش معاك انفسترز مش هتعرف تكمل. فاضطريت ان انا ما اكملش خلاص. يعني جيت لوقت حسيت انه مفيش فلوس وان الموضوع صعب ان انا اكمل وهتحرق وقت. يعني ان انت برضو اصل خد بالك، انت لو قعدت تصر عشان بتحب الستارت اب بتاعتك ان انت تكمل وهي عماله تخسر، انت في الاخر هتطلع مش بس بخساره صغيره، هتطلع بخساره كبيره جدا ماديا ونفسيا، وخصوصا في بزنس زي ده سينك كوست. فكان لازم كنا نقفل. وكان عندنا ازمه في ان احنا نسدد للناس فلوسها. يعني انا حتى عشان خاطر احل الازمه دي اضطريت اخد قرض، لان انا كنت لما بيجي لي حد مثلا احنا بنتعامل مع مكاتب وليهم فلوس، فهعمل ايه عشان اسكتهم؟ بقول لهم خلاص هديكم فلوسكم، فبكلمهم بقى شريكي على اساس ان هم والشركه بتاعتي. فانا النهارده لا، يعني لما لقيت ان الموضوع فيه ازمه والخسائر هتعدي بقى ملايين وارقام كبيره، قلت لا. يعني انا لما بعت جوبزيلا كان معايا كاش حطيتها في قسطه، فخسرت كل الفلوس اللي كانت معايا في قسطه، وبعدين الديون كترت، رحت واخد قرض فخسرت الفلوس اللي معايا وخدت قرض، وقعدت 5 سنين بصرف عشان خاطر اسدد الدين بتاع قسط. والحمد لله يعني ما كانت خساره، بس دي يمكن اكتر شركه حبيتها في حياتي عشان تبقى انت عارف تماما. فانا لغايه النهارده بحبها، حتى الفلوس يعني مش فارقه معايا الفلوس قوي، نادر لان انا عوضتها. هرجع تاني اسالك نفس السؤال. ايه القرار اللي كان ممكن تاخده وكان يافويد او يعني يغير سيتويشن اسطى؟ ولا حاجه، ان انا ما اعملهاش. يعني حقيقه ان انا ما ادخلش الاندستري دي. انت مش بس عايز يبقى عندك تكنولوجي كويسه ولا عندك اوبريشن موديل كويس، انت محتاج فلوس تمويل. احنا الاسواق بتاعتنا للنهارده ما عندهاش تمويل كافي. يعني انت النهارده شوف مثلا في الاي اي في المجال اللي احنا فيه النهارده، شوف كم التمويل اللي بتروح للشركات، مليارات، والشركات بتخسر بشكل كبير، وعندهم استعداد يحطوا 10 مليار و100 مليار ويكبروا البيزنس. انت ما عندكش ده في الريش، خصوصا بقى في مصر كمان. يعني ساعتها هم الانفسترز النهارده بيبصوا على ايه؟ بيبصوا على تراكشن وعلى ريفينيو
وهو ده اللي بيخليه انفست معاك او لا في معظم الحالات. لو انت ما عندكش الحاجات دول، حتى لو بتعمل تكنولوجيا عظيمه، يمكن ما تاخدش فلوس. احنا عايزين نرجع للموضوع ده، الموضوع ده برضو كبير جدا. موضوع ايه؟ الفاندز. انه ليه احنا في الميدل ايست مش مؤمنين بكده؟ هل احنا مش بنسبورت الستارت ابس بتاعتنا بالشكل المفروض؟ انا بكلمك في التوقيت بتاع ساعتها. اوكي. في التوقيت بتاع ساعتها يعني كان الموضوع صعب جدا، وكان لسه في بداياته. رياده الاعمال في مصر والوطن العربي كانت لسه في بدايتها. فيمكن لو انا كنت هاخد قرار، كان القرار الوحيد اني ما ادخلش المجال ده. ليه؟ لان ما عندناش السبورت الكافي اللي يدعم في الكلام ده. اي حاجه تانية ما كنتش عارف اعملها احسن من اللي انا عملتها. عشان كده انا بحب قسط، ان انا لو ما قعدت اراجع نفسي واحاسب نفسي كشخص، طب هل اللي انا عملته كان صح او غلط؟ هل في اي اخفاقات انا عملتها؟ طب انت استفدت ايه من التجربه دي؟ انا فعلا ما حسيتش ان انا اثرت في اي حاجه. فما اقدرش اقول لك ان في حاجه ممكن اغيرها كنادر للبيزنس عشان كان ينجح خالص. عوضت الخسائر في الخساره، يعني بعد 10 سنين اقدر اقول لك ان انا عوضتها واستفدت منها واستمتعت بيها وخلاص. وابتدينا شركه ثانيه، ويتيفاي. وظيفه. هو ويتيفاي اصلا برضو انت بتشتغل في الاي اي. هل انت شايف انه اللي انت بتعمله، اولا اشرح اللي انت بتعمله في ويتيفاي ايه، هو عباره عن ايه؟ طبعا انا زي ما قلت لك انا شغوف بالتكنولوجي بشكل عام. يعني انا متابع كل اللي بيحصل في التكنولوجي بكل التقنيات اللي بتحصل حوالينا من سنين طويله جدا. في سنه 23 لما ظهر بقى موضوع شات جي بي تي والاي اي والكلام ده، فالناس كلها بتتكلم عنه، فقلت ده اللقطه او ده الوقت اللي انت ممكن فعلا تعمل حاجه والناس كلها حابه اللي بيحصل ده. بس انا رجعت خطوه لورا قبل ما افكر نعمل بزنس. لا، انا قلت باك تو بيزكس. انت لازم تتعلم الكلام ده. فاتعلم من البيزكس، اتعلم من اول الكمبيوتر ساينس بالبيزكس بتاعته، اتعلم الداتا ساينس بالبيزكس بتاعته، اتعلم ماشين ليرنينج بالبيزكس بتاعته. مش هاخد التول واستخدمها وانا جامد. يعني فكره ان انت بتستخدم شات جي بي تي ده مش هيخليك تفهم في الاي اي يعني، انما تكتب كود وتبني مودلز هو ده اللي يخليك تفهم في الاي اي. ده كان وجهه نظر. بذاكر بجد يعني، بذاكر، بروح جامعه، باخد كورسز، بحضر اونلاين، بسافر امريكا احضر محاضرات. يعني قعدت سنه ونص بذاكر بجد، بكتب كود من سكراتش، ابني مودلز من سكراتش، ادخل هاكاثونز. كاني عيل صغير بتعلم، كاني فعلا عيل صغير. يعني انا رايح اتعلم حاجات عمري في حياتي ما درستها، متفرغ لما جدا. اتقابلنا في البوت كامب بتاع البنك العربي ايوه. في الاردن، كنت بشاور يعني بقول للناس اللي معانا، بقول لهم يا جماعه الراجل ده يعني بنى حاجات قبل كده اسطوره، مش يعني مش لسه لا، انا بيبتدي في يعني. الدراسه بعد رجعت كاني بالظبط عيل صغير يعني. فعلا انا عايز اعمل حاجه ليها علاقه بالاي اي، بس مش عايز اخد بقى موديل زي ما هو كده وخلاص، يعني اشتغل بشكل سطحي، او هي موضه طالعه خد ركب اي بي اي على اي حاجه لا، انا كنت عايز اخد الموضوع من البيسكس خالص. في مصطلح انا دايما بسمعه اللي هو الشركات اللي دايما بتشتغل هي ده مثلا اي اي رابر، بينتجريت بقى كذا تول مع بعضها، كذا ال ال ام مع بعض، فبالتالي بيقدر ان هو في الاخر بيديك سيرفيس ثرو صحيح. انتجريشنز مختلفه، والانتجريشنز دي لكن هل انت بتعمل حاجه مختلفه عن كده؟ بص، انا عايز اقول لك على حاجه. انا اقول لك على نفسي وانا لوحدي، فاهم؟ بفكر يعني انا النهارده عايز ابقى جرافيك ديزاينر. في واحد ممكن يروح ياخد كورس بدايه كده، ياخد كورس مثلا فوتوشوب ويقول لك انا بقيت جرافيك ديزاينر. وواحد تاني يقول لك لا، انا عايز اروح اتعلم رسم الاول، وبعد ما ابقى فنان واعرف ارسم كويس اتعلم فوتوشوب عشان لما اجي ارسم بالفوتوشوب اطلع احسن ما عندي. فدي نفس الفكره اللي جت في دماغي. يعني بغض النظر انا هعمل ايه في المستقبل، انا لازم اخد البيزكس من الاول. لازم افهم اصلا الاي بي اي اللي انا هاخده بتاع اللارج لانجوج موديل ده، هاخده وهستخدمه هو مبني ازاي. فانا عايز افهم الاركتكتشر بتاع الموديل ده. داتا ساينس يعني ايه، ازاي ممكن استغلها، ازاي الناس يعني زي مثلا اعمل موديل يبريدكت اسعار العقار في منطقه ما، اتعملت ازاي. انا كان دماغي عامله كده. انا ممكن لما اعمل بكره شركه بتتكلم عن البرايس بريدكشن اخد موديل جاهز واركبه، بس انا كنت حابب اصلا انا كنادر هو بيبروسس المعلومات دي اعرف ازاي؟ بتتعمل ازاي. اوكي. فانا كان عندي ابروتش مختلف. عارف في سؤال دايما كده اللي هو ايه الحمايه؟ البارير تو انتري. انا هحكي لك انا الاول كنت عايز اعمل ايه. انا ويتيفاي دي اول ما بدات خالص كنت عايز اعمل ايه، كنت عايز اعمل تول للاند كونسيومر اللي هو زيي وزيك يستخدمها. كل حاجه، كل ما هو متعلق بالاي اي في مكان واحد.
فبدل ما اروح مثلا عايز حاجه من شات جي بي تي، وعايز حاجه من جيميناي، وعايز حاجه مش عارف من 11 لابس، وعايز حاجه من اي الشركات المختلفه، ان أنا اعمل هاب واحد احط فيه كل السولوشنز بتاعت الاي اي من كل الشركات في أوكي. مكان واحد، بحيث ان انت بدل ما تدفع 10 اشتراكات يبقى هو اشتراك واحد يجيب لك كل السيرفيسز اللي انت محتاجها من كل السيرفيس بروفايدرز. فكرت فعلا جدا ان انا ابدا بالبيزنس موديل ده، انا ما اشتغلتش عليه، انا بس بقول لك في البلان. مم. وبعدين فكرت في النقطه اللي انت قلت عليها دي، فوصلت للقناعه ايه؟ وصلت للقناعه ان الاي اي للاشخاص هي ببلاش من غير اي فلوس. فانت عايز تستخدم اي موديل، عايز تعمل اي حاجه هتاخده ببلاش. فانا لو جيت عملت البيزنس ده ممكن اخسر كل حاجه، لان اوريدي الناس هتاخد الخدمه ببلاش. يعني تخيل زمان في 96 ولا 95 فكرت تعمل ايميل سيرفيس وعايز تتشارج الناس على الايميل سيرفيس، النهارده فاست فورورد كل ده ببلاش. فانا كنت شايف الاي اي كده، فغيرت البيزنس موديل كله. قلت لا، يبقى انا لو هبني اي اي تكنولوجي مبدئيا لازم ابعد عن البي تو سي، انا هركز على حاجه بي تو بي. تمام. فطب انا شغال في ايه طول عمري؟ انا طول عمري شغال في السيلز والماركتنج والكاستمر سيرفيس. انا حياتي كلها بزنس ديفلوبمنت وكاستمر انجيجمنت، ودي اكتر حاجه بفهم فيها كبزنس. مم. فقلت خلاص يبقى احنا ليه ما نستخدمش الاي اي، وده بيسك يعني سيرفيس. انت لو رحت للشات جي بي تي ولا اي ال ام سالته اديني افكار مشاريع بالاي اي، اول حاجه يقولها لك شات بوتس، فهي بيسك جدا. ف وده اللي مخلي فيه منافسين كل يوم بيطلعوا لنا، لان هي مش كل ده مش كل ساعه انا بشوف بالظبط. كل شويه شركه بتعمل بوتس. بالظبط. بس انا وجهه نظري مختلفه تماما في الموضوع ده. تمام. احنا ما بنبنيش اي اي ايجنتس، يعني احنا هدفنا او الشركه بتاعتها الفلوسفي بتاعتها مش ان انا ابني بوت او ابني شات بوت او ابني فويس بوت او كده، مش هو ده. ليه؟ لان هو اي حد يقدر يبنيه. ما العميل بتاعي شخصيا يقدر يربط اي بي اي بالنولج بيز بتاعته ويعمل ايجنت بيرد على اسئله. انا بصيت لها من وجهه نظر انتربرايز، من وجهه نظر انا ببني اي اي سيستم مش ببني اي اي ايجنت. اي اي سيستم يتواكب مع اللي هيحصل في مستقبل الشركات في المستقبل. الشركات في المستقبل مش هتبقى بتستخدم الطرق التقليديه للتواصل مع العملاء. انا مش ببني اي ايجنتس بس، انا ببني سيستم كامل. ببني اومني تشانل كوميونيكيشن سيستم لكل القنوات اللي الناس بتتواصل بيها. عندك موبايل، عندك ويب ابلكيشن، عندك سوشيال ميديا، عندك واتساب، ايا كان انت بتتكلم مع العملاء ازاي، تقدر تدير كل المحادثات من خلال الاي اي. ويبقى الاي اي هو التوب لاير، مش عندك سيستم قديم عليه شويه بشر وفي الاخر بحط عليه اي اي. لا، احنا بنبني البيز للاي اي ونخلي التدخل البشري يكون بس في الحاجات الكريتيكال او في الحاجات الكومبليكيتد، انما البيس كله يبقى اي اي. عشان تعمل ده في السعوديه، عشان بما اننا موجود في السوق السعودي، انت عندك ريكويرمنتس خاصه بالديتا نفسها. موجوده فين الداتا بتاعتك؟ بتعالجها ازاي؟ عندك ريكويرمنتس خاصه بالسايبر سيكيورتي، عندك ريكويرمنتس خاصه بالبرايفسي، عندك ريكويرمنتس خاصه بالهوستنج جوه، حتى ممكن يبقى عندك سولوشن اون بريم. عندك تشالنج في اللغه العربيه، يعني انت ما ينفعش تستخدم حاجه من بره من مايكروسوفت او من امازون وتستخدمها على الداتا العربي اللي عندك. صح. فمحتاج شغل كاستمايزيشن كتير جدا عشان تبني سيستم للاي اي باللغه العربيه ويستقبل معلومات ودوكيومنتس باللغه العربيه. انا مش شايف ان انا بتنافس مع شركه زي مايكروسوفت او بتنافس مع شركه زي اوبن اي اي او بتنافس مع شركه زي ليفل لابس. بالعكس، احنا سيرفيس بروفايدر ليهم هنا لو العملاء محتاجينهم، وفي نفس الوقت احنا بنوفر سوليوشنز هم مش مركزين فيها. يعني انت النهارده اللغه العربيه عموما هي اندر سيرفد، الاسواق العربيه هي اندر سيرفد، وفي في البلانز بتاعت الشركات الكبيره هي اخر من اواخر المناطق اللي الناس اصلا بتبص عليها. يعني انت لغايه النهارده في السعوديه لا عندك داتا سنتر لاي دبليو اس، ولا عندك داتا سنتر مثلا لمايكروسوفت ايجر، ما احنا في 2026. فانت لو جه واحد يقول لك انا عايز اعمل داتا سنتر في السعوديه، ما ينفعش تقول له انت بتنافس مع الكبار. هم فين اصلا؟ احنا بقالنا 20 سنه بنشتغل انترنت. بس في دلوقتي في السعوديه لا في اي دبليو اس ولا في ايجر. انت عندك جوجل بقى، عندك ليميتد سيرفيسز، وعندك اوراكل برضه ليميتد سيرفيسز، وعندك اس تي سي جابوا علي بابا برضو. اوكي. مش فالجم امتى؟ انت خد بالك احنا لسه بنتكلم ان اي دبليو اس ومايكروسوفت ايجر وكده هيجوا السنه دي او السنه الجايه. فتخيل 20 سنه ولا 25 سنه شغالين في الانترنت ولسه ما لناش داتا سنترز في السعوديه يعني موجوده للشركات دي. طيب نرجع للنقطه بتاعت الداتا برايفسي، وده موضوع شائك جدا، وخصوصا
للسوق السعودي بتحلها ازاي؟ خصوصا انه السهل السريع انه احنا ننتجريت مع LLM اوريدي موجود، وفي الغالب LLM ده اصلا اساسا بيبقى مش موجود جوه السعوديه. احنا اولا احنا مش كل شغلنا مع انتربرايز وجفرمنت، فالداتا كلها لازم تبقى يوصل في السعوديه. ودي يعني انت تيجي تبني شركه بي تو بي وبتارجت مش بس اي بي تو بي، بتارجت كمان انتربرايز، فلازم الاركتكتشر بتاعك والانفراستراكشر كلها تبقى مبنيه من اول يوم على موضوع الانتربرايز ده وعلى موضوع الريكوايرمنتس دي. لان خد بالك التكلفه جوه المملكه اغلى بكتير من بره المملكه. فالنهارده مثلا يعني انا كان عندي يوز كيس مع عميل، احنا عاملين موديل بتاع اسمه فهيم بيحول الصوت الى نص، وبنعمل الكواليتي كنترول لكول سنتر. فالموديل ده احنا لما جينا نهوست في السعوديه لان تكلفته عاليه جدا، فقلنا احنا هنجيب GPU من بره بنص التكلفه، وما كانش عنده مشكله. ليه؟ لان هيوفر نص التكلفه وفي نفس الوقت محافظ على البرايفسي والداتا ريزيدنت في السعوديه، فوافق على حاجه زي كده. فبتبقى على حسب كيس باي كيس، يعني ازاي بتمانج البرايفسي والسكيورتي. طيب هو معظم الشركات دلوقتي بيتكلموا عن الاي اي، واغلب السي اوز اللي ممكن اكون بقابلهم في حياتي كل يوم بيتكلموا عن الاي اي اكتر من اي حاجه تانية. طبعا هل ادخال الاستخدام مثلا الاي اي زي مثلا استخدام تشات جي بي تي هو ده الاي اي للشركات؟ لا ولا خالص. الموضوع مفهومه المفروض يكون الناس سيبك من السي اوز بقى والشركات. اصلا الاي اي يا جماعه، هو الناس فاكره ان انت لو بتستخدم شات جي بي تي عشان تكتب لك ايميل ولا طلعت صوره او فيديو او مزيكا او كده خلاص احنا كده فانت تحولنا. كده بتاع اي. ده كلام فارغ اساسا. يعني اولا هو طبعا استخدام اللارج لانجوج مودلز بكل اشكالها هو كويس جدا، يسرع شغلك، يزود البرودكتيفيتي بتاعتك، بس ومش هو ده اللي الشركات محتاجاه بس. تمام، الشركات محتاجه انها توتمايز الاوبريشنز بشكل كبير. فالاول احنا عايزين نفرق ما بين الشخص وما بين الشركه. الشركه اهدافها من اول ما التكنولوجيا طلعت على مستوى العالم في كل المجالات، هدفها الاساسي هو الاوتوميشن. ازاي بدل ما اعمل حاجه بشكل مانيوال اعمله بشكل اوتوميتد. فطبيعي الاي اي بيسهل ده. انت النهارده شركات التامين تيجي تقول لك ايه، بدل ما نقعد نراجع مثلا حوادث العربيات، بعد ما نقعد نراجع الكليمز مانيوال، نشوف اي موديل يراجع الكليمز دي وياخد القرارات بيز على السياسه بتاعتنا. فده اوتوميشن بالاي اي. شركات تانية عايزه تعمل ديتكشن للفرود، بدل ما قاعد موظف قاعد عمال يبص على ترانزاكشن، نكريت موديلز تعرف تديتكت الفرود احسن كمان من البشر، ونوتوميت الموضوع ده بالاي اي. شركه تانية في الامن، الكاميرات الامنيه، كمبيوتر فيجن، ان انت بدل ما انت قاعد موظف قاعد بيبص على الكاميرا عشان يشوف لو في دخل حرامي او لا، انك تخلق اي موديل قاعده بتبص 24 ساعه. اللي هو تقريبا حاجه زي شبه الاي اي بوكس اللي هو بيتركب مع هو بيبقى سيستم على الكاميرات. اوكي. فانت الاي اي ليه استخدامات رهيبه في مجالات كتيره. اي اي يعمل ديتكشن للامراض اللي هتجيلك او لو في اوبئه او كده. اي اي عشان يخترع ادويه. فالاي اي كلمه كبيره جدا وليها استخدامات كبيره جدا، بس هو الملخص بتاعها ايه؟ الاوتوميشن. فزي احنا عندنا في حياتنا الكول سنتر، ان بدل ما بني ادم لازم يعمل كل حاجه في الكاستمر سيرفيس، اي اي يعمل معظم الشغل ويبقى بس الحاجات الكومبليكيتد تروح للهيومن، فيبقى هنا في افشنسي اكتر للشركات. والشركات كلها عندها البلان دي، الشركات كلها عندها الفيجن دي، بس هم زي ستاك. يعني ناس كتير بتتكلم اي بس مش ناس كتيره بتنفذ اي. والمشكله هنا ايه بقى؟ حاجتين صراحه. اول حاجه انه مش لاقي ريتيرن انفستمنت حقيقي دلوقتي، حالا يحط انفستمنت كبير عشان ياخدها، مش عارف يحسبها بالظبط. اتنين، انه عنده طموح عالي جدا وعايز يطلع على الرابع مره واحده، مش عايز ياخدها خطوه خطوه. فشركات الاي اي اعتقد ان هي دورها انها تغير المايند سيت بتاعت الشركات دي، اللي هو تعالى ناخدها خطوه خطوه. انت ايه اكتر بين عندك النهارده؟ مش لازم نبقى بنعمل سوبر ماريو يعني في البيزنس ده، لا ناخدها خطوه خطوه. انت البين ده تعالى نعالجه، لما ينجح نبص على حاجه مور ادفانس، ينجح نبص على حاجه مور ادفانس. فابتدوا ياخدوا الشركات خطوه خطوه، اولا عشان يسهلوا القرار على الشركات، يقللوا الريسك، يقللوا الانفستمنت المطلوبه، وياخدوا الشركه واحده واحده لغايه لما يبني فول فليج اي اي سيستم بكل اليوز كيسز المختلفه. فده بالنسبه للشركات. بالنسبه للاشخاص بقى الوضع مختلف تماما. طب خلينا نرجع للاشخاص مره تانية. بس الشركات اللي بتبتدي بتبقى عايزه انها تتحول، انها تبقى كل الاوبريشنز عندها شغاله بالاي اي،
سواء كان اي يوز كيس ممكن يكونوا محتاجينها. هل كل الشركات جاهزه على طول لا. ولا لا. ولا احنا محتاجين ان احنا نخش في تفاصيل كتير قوي، من ضمنها زي ما انت قلت في الاول الداتا ستراكشرنج، يعني اللي هو هل احنا الداتا حاجه من الداتا الحاجات بتاعتنا موجوده دي حاجه من موجوده الحاجات. فين؟ دي مشكله من المشاكل. يعني انت systems. الداتا مشكله كبيره، ان الداتا في كميه، يعني احنا بتقابلنا حتى في الحاجات البسيطه، الكاستمر سبورت والحاجات البسيطه دي بتقابلنا ان في داتا او داتا كونتراديكتنج، تلاقي فايلين كل فايل بيقول معلومه عكس الثانيه تماما، داتا مش موجوده اصلا. فالداتا حاجه من المشاكل الموجوده، بس مش دي المشكله الوحيده. انت عندك المايند سيت بتاعت البشر فيها مشكله، وفكره ان الاي اي هياخد مكاني شغلي ده بجد. يعني في ناس ممكن تكون بتعارضك لانه حاسس ان في خطر عليها. انا لسه ده السؤال اللي كنت هساله. يعني في ناس بتفكر كده، اوكي. فده الاي اي هياخد مكاننا، لا ده الموضوع مقلق، هعطلهم. فده رقم 2. عندك مشكله في البروسيسز. انت النهارده انت باني بروسيس معينه البني ادم بيعملها، انت عايز تعمل اوتوميشن بالاي اي. طب الاي اي مور افيشنت او مور سمارت او مور ادفانس، بس هل هياخد مكان ناس الاي اي؟ هناخد دي، يعني هروح للنقطه ديت، بس انا بتكلم الاول كفكره. اوكي. كتحديات. فالنهارده انت عشان تغير، عشان تحط الاي اي كلاير، انت لازم تغير من البروسيس بتاعتك الطبيعيه عشان تبقى مور افيشنت للاي اي. فانت محتاج تغير البروسيس بتاعتك، محتاج تغير الدوكيومنتيشن بتاعك وتعدله، محتاج تغير المايند سيت بتاعت الناس وتعدلها. والتشينج مانجمنت ده حوار كبير، ان الناس اصلا ضد التغيير. فمحتاج بادجت لحاجه زي كده، محتاج انفراستراكشر ابديت ميبي. ففي تحديات كتيره بتقابل الشركات عشان تعمل اللي انت بتتكلم فيه ده ويبقى فاهم بالشكل المطلوب. وده بياخد وقت، مش حاجه بلاج اند بلاي. مش زي الشخص لو حب يطور من اداء نفسه سهل انه ياخد الاجراءات دي، الشركه تبقى اصعب شويه. فاحنا دورنا ان احنا بنحاول نسهل على الشركات الخطوات والاجراءات دي كلها، نبسطها لها. بالنسبه لفكره هل الاي اي هياخد مكان البشر؟ 100%، يعني ما فيهوش شك. ومش هياخد مكان البشر، الناس مش هتلاقي شغل. هو بس الفكره الناس هتعمل حاجه تانية مختلفه. يعني انت النهارده تعالى نتكلم على المصانع. زمان في وقت الثوره الصناعيه كان عندك المصنع ممكن يبقى فيه 1000 عامل بيعمل فانكشن معينه. لما ظهرت الآلة، ال1000 عامل ده بطل يعمل الفانكشن دي، بس ما عادش في البيت ما بيشتغلش، اتعلم مهارات جديده وبقى بيعمل حاجه جديده احنا ما كناش نعرفها زمان. اوكي. بقى سوفت وير ديفلوبر، بقى جرافيك ديزاينر، بقى محاسب، بقى مهندس، بقى في شويات جديده طلعت من ورا. بقى بيسوبرفايز على الاله. بقى بيسوبرفايز على الاله. عنده فرص كتير جديده اتخلقت ما كانتش موجوده زمان. النهارده نفس الكلام. احنا النهارده في الاي اي عندنا يعني بوزيشنز ما كانتش موجوده من 5 سنين، الاي اي خلقها. ليها علاقه بقى ببرومبت انجينيرنج، ليها علاقه بالماشين ليرنينج، ليها علاقه بالكونفرزيشن دايلوج ديزاينر، يعني ليها كذا فانكشن كتيره. داتا انوتيتورز بقوا كتير جدا مطلوبين عشان يدربوا المودلز، ناس تسجل وناس تجيب داتا وتعمل انوتيشن. ففي وظائف بتطلع في الشغلانه دي. انا شايف ان الاي اي هيخلينا نشتغل في الاسبوع يوم او يومين، يمكن في الشهر يوم او يومين، ويبقى عندنا وقت لنفسنا اكتر وهناخد فلوس اكتر، لان الاوتوميشن ده هيدينا باور ما كانتش موجود عندنا النهارده. بس انا شايف برضو ان هو هيبوش الناس من كومفورت زونز معينه، فلما الناس تحس بالبانيك ده هم لازم يروحوا في حته تانية، والحته التانية دي مش شرط تبقى حته وحشه. لازم تتعلم ولازم تطور من نفسك. ما هو انت النهارده واقف في مرحله ان العالم كله بيتغير وانت بتتفرج، فيا اما هتتحرك وتتعلم وتطور من نفسك، يا اما هيبقى مالكش قيمه في السوق. مفيش حد اقدر اقول عليه بيستخدم ذكاء اصطناعي كويس غير لو بيفهم مبادئ البرمجه. لو انت ما تعرفش مبادئ البرمجه فانت ما تستخدمش الاي اي خالص. ده مبدئيا، يعني او الف ب اي اي. معلش تاني كده، لو انت ما تعرفش مبادئ برمجه يبقى انت ما تعرفش تستخدم الاي اي. مهما كان بقى انت كنت متخيل نفسك ان انت بتعمل حاجات فظيعه، انت ما بتعملش حاجات فظيعه. الاي اي يعني بس الماجوريتي من الناس ما يعرفوش اصلا اي حاجه عن البرمجه، يبقى لازم يتعلمها. ولو انت النهارده ما تعرفش مبادئ البرمجه، مش بقولك تبرمج، بس مبادئ البرمجه هي ما تعملهاش، مش هتعرفش تعملها. يعني انت النهارده مين اهم تولز موجوده في الماركت ايه في مجال الاي اي؟ مش شات جي بي تي ولا كلود ولا الكلام ده، مش دي تولز، دي مودلز. انما اهم تولز ايه؟ حاجه زي ان 8 ام ان انا اعمل اوتوميشن لحاجات معينه، حاجه زي اوبن كلو، يعني في كده اوبن كلو كان عمل قصه وين كلو وكذا حاجه بيعمل قصه.
عشان تجيب اوبن كلو ده وتركبه عندك على جهازك ببساطه محتاج تعمل ايه؟ محتاج تعرف يعني ايه في اس كود، او محتاج اي دي سيستم، تتعامل مع محتاج terminals. تنزل تتعامل مع التيرمينالز، محتاج تنزل الريبو ديت، صح. محتاج عشان تعرف تعمل الحركه دي محتاج تفهم يعني ايه برمجه، مبادئها. فالاي اي يعني اوتوميشن بشكل عام، هو اوتوميشن. عشان تعرف تستخدمه وتبقى حد جامد في المستقبل بالادوات دي فلازم تعرف تعمل اوتوميشن. واوتوميشن يعني لازم تكتب كود. لو خدت نو كود او لو كود تولز ممكن تبقى لطيفه وكل حاجه، بس عمرها ما هتعمل لك الديفرنشيشن، مش هتعمل لك اللي انت عايزه بالظبط. فانت عشان تعرف تعمل اللي انت عايزه بالظبط لازم تكتبها في كود. طيب خلينا نقطة نسأل مهمة سؤال جدا. من وجهة نظر يعني مدير في شركة او سي او في شركة. احنا دلوقتي عايزين ندخل اي اي في شركتنا. حلو. اديني كده ستيبس ممكن يعني او روشتة ممكن يتبعها اي سي او زي ما قلت لك الموضوع كلمه في بوينتس صغيرة. كلمه اي اي في شركتنا ديت ما بتتقالش كلمه عايمه كده. في الفانكشن، يعني انت النهارده عندك فانكشنز جوه شركتك، فكل فانكشن نقدر نعمل اوتوميشن للحاجات الروتينيه اللي بتحصل فيها بشكل مستمر وبتاخد 80% من شغلنا. عندك مثلا ممكن شركه تانية عندها مشكله زي مثلا الكوفي شوبس، عايزه اتابع اداء الموظفين، ففي النهارده برامج للاي اي بتتابع اداء الموظفين جوه المحلات وجوه الفروع بالاي اي. الكاميرات بتقعد تحلل عندك كام واحد، كل واحد بيشتغل قد ايه، كام دقيقه في اليوم او كام ساعه في اليوم، مين فيهم برودكتيف ومين فيهم مش برودكتيف، بكل حاجه. اوكي. فانت النهارده لو عايز توتوميت الاوبريشنز دي ما تقدر توتوميت في المحلات، في الريتيل، في الكوفي شوبس، في كل الكلام ده. ممكن تبقى عايز توتوميت البرودكشن في المصانع بتاعتك. فعلى حسب طبيعه البيزنس لازم تاخد كل فانكشن. انت عايز توتوميت السيلز ده جواه كذا سايكل، في الليد جنريشن دي سايكل، في ان انت تعمل كولد كولينج للكاستمر دي سايكل، في الميتنجز دي سايكل. فنقدر نوتوميت ايه من السايكلز دي، ويبقى كل اداره ليها المانديت ده. احنا ازاي هنوتوميت الشغل بتاعنا ده لازم يحصل. انما ما ينفعش حل واحد تو فيت اول لكل اورجانيزيشن. لا، كل اداره ليها طبيعه شغل مختلفه وليها مهام مختلفه، متطلبات مختلفه، وكل اداره تحط البلان بتاعه شغلها. انا خدت قرار النهارده ان انا هاوتوميت مثلا وهدخل اي اي في at least 25% of my work. خلصنا 25% دول. هل بيبقى واضح بالنسبه لي اقدر اقيس بعد كده قد ايه انا وفرت للشركه؟ طبعا، وده جزء من البلان بتاع الشخص اصلا. والنهارده انت النهارده بتعمل اوتوميشن ليه؟ عشان توفر. انت لما تروح ماكدونالدز النهارده بتلاقي في ماشينز بتعمل منها الاوردر وبيجي لك بتخلص، انت تروح تستلم الاوردر لما بيخلص، صح؟ yes. انت حطيت الماشين دي ليه؟ عشان توفر عدد الكاشيرز، صح؟ فانت لازم تقول انا النهارده عملت 100 اوردر. كان زمان ال 100 اوردر دول بتعمل بثلاثه كاشيرز، احنا النهارده عندنا 2 كاشيرز، يبقى انا وفرت ايه؟ مرتب كاشير. فده بيحصل. طبعا في حاجه انت ممكن تعملها بادجيتنج وفوركاستنج من الاول، وفي حاجات بتظهر الافشنسي بتاعتها مع الاوبريشنز بجد وتشوف الامباكت شكله عامل ازاي. تخيل في كام شركه بتخسر عملاء عشان لما عميل بيحاول يتصل بيهم على التليفون يا اما الرقم مشغول، يا اما محدش رد عليه، يا اما الشخص رد عليه مش كفء وما عندوش المعلومات الكافيه. انت لو عملت اوتوميشن للنقطه ديت انت مش بس بتوفر مرتبات، انت كمان بتقلل على نفسك خساره، انت بتزود رضاء العميل، انت بتزود اللويالتي بتاعت العميل، انت بتزود مبيعاتك ومكاسبك وارباحك. ففيها هي حاجات كتيره، مش حاجه واحده بنوفر فيها. يعني هو مش بس نوفر رواتب وتكاليف، لا، وكمان ازود ارباح ومبيعات. تنصح بايه بقى الموظفين حاليا اللي يعني جهزوا نفسهم ازاي للثوره بتاعت الاي اي دي اللي كل يوم فيها جديد؟ يعني ما فيش يوم بيعدي الا لما يبقى فيه فيتشرز جديده وفي ريليزز جديده من كل التولز اللي موجوده، ما كانش يبقى فيه تول جديده كمان. صحيح. تعالى بقى نقسم الناس اللي موجوده في الماركت النهارده او موجوده في العالم متعلمه ازاي. الاي اي هي فيري باورفول تول، اداه قويه جدا تخليك تعمل حاجات كثيره وانجازات كبيره جدا في الدنيا. فالناس اللي عندها فكر وعندها اراده وعايزه تعمل مجهود عشان تكبر اعمالها والبيزنس بتاعها ما بيناموش. وهنا بقى لازم نفرق ما بين الناس وبعضيها كليفلز. يعني في ليفل البلو كولرز اللي هو بقى ايه، واحد شغال سباك، واحد شغال كهربائي، واحد شغال اعمال يدويه وحاجات زي كده. الاي اي عمره ما هيجي ناحيته اصلا، صح، لانه مكلف جدا. يعني انا النهارده عشان اجيب سباك يصلح حنفيه ولا كهربائي يصلح لي لمبه، الحاجات دي مكلفه جدا ان الاي اي يعملها في يوم من الايام
ومفيش عليهم خطر من الحاجات دي كلها. في وظائف عمرك ما هتستغنى عنها مهما حصل ومهما التكنولوجي اتطورت. دكتور هيفضل طول عمره بني ادم مهما كان في تكنولوجيا فظيعه. قاضي هيفضل طول عمره بني ادم مهما التكنولوجيا اتطورت. في وظائف عمرها ما هتستبدل. المدرسين مهما كان عندك AI tools لازم في مدرس بشري. مهما كانت ال AI يعني متقدم وكده، ممكن يستخدم ال AI في المدارس، ممكن يعمل ابلكيشنز تساعد الاطفال، انما المدرس لازم يبقى في مدرس. المدرسين عددهم يزيد مش يقل في الزمن الجاي، فلازم يكون في بشر. ففي وظائف مش هتأثر تماما. اكتر فئة شايف انها تأثر هي الفئة اللي بتعمل نفس التاسك بشكل متكرر بشكل روتيني. كاشير، سواق، الحاجات دي. واحد بيكتب كونتنت، حاجات اللي هي الروتينيه دي، اداريه دي. وايت ليبل، وايت ليبل دول هم الناس اللي شغالين في سوري مش وايت ليبل، وايت كولرز اللي هم الناس اللي شغالين في الشركات في الوظائف الروتينيه. دول خلاص هيتقضي عليهم تماما، الوظائف دي ملهاش لازمه. هل انا كموظف اقدر ازود الفاليو بتاعي في شركتي عن طريق اني اتعلم الاي اي؟ ده وقتك، ده احسن وقت عشان تعرف، ده احسن وقت فعلا عشان تزود الفاليو بتاعتك وتاخد منصب رهيب. مفيش فرصه للبني ادمين زي النهارده. هو انت لما اوتوميت 90% من الشغلانه، يبقى انت هتشتغل بس على 10% بدل ما انت عندك 100 ديفلوبر هيبقى عندك 90 ديفلوبر، هيبقى عندك 10 ديفلوبرز بس، ف90 ما لهمش لازمه. هي دي فكره ان الموضوع هيقل جامد. فانت مش لازم تبقى ديفلوبر، ممكن تبقى سيستم اركتكتشر، تشتغل سيستم اركتكتشر وتعمل الاركتكتشر بتاع السيستم، وهو ده اللي انت محتاج تتعلمه. فان انت بدل ما تقعد تضيع وقتك تكتب كود، لا انت تضيع وقتك في انت ازاي تعرف تستخدم التولز اللي معاك انك تبني سيستم قوي، مش فانكشن، تبني سيستم. الدماغ دي مش موجوده. فتخيل بقى لما انا بقابل ديفلوبر ما عندوش الدماغ ده. اكيد لو انت رحت واحد بتاع ماركتنج ولا واحد بتاع حسابات ولا واحد بتاع كذا، مش في دماغه اصلا الموضوع اساسا يعني. انا دلوقتي كسي او ايه اللي انا ابص عليه او انديكيشنز كده بتقول لي ان الشخص ده فعلا اورينتد باللي جاي في المستقبل؟ من دماغه يعني. اصل دي حاجه ليها علاقه وانت بتتكلم مع الشخص، شايف بكره ازاي، شايف ازاي ممكن تطور من نفسك، شايف ايه الادوات اللي ممكن تستخدمها في الشغل بتاعتنا. طب انت ايه في الشغلانه اللي فاتت كان شغال بطريقه ما كانتش مظبوطه وقدرت ان انت تطوره وتعدل عليه. يعني النوع ده من الاسئله بتعرف الشخص ده بيفكر ازاي يعني. ده اوضح حاجه. شوف انا مؤمن جدا ان موضوع الانترفيوز مش هو ده العامل، ولا موضوع السي في هو العامل. انا مؤمن جدا ان انت التجربه العمليه هو ده المهم. يعني انت لما بتشغل شخص معاك بتشوف فعلا الصوره بشكل حقيقي. اكتر حاجه بتخسرك وتكسبك الهايرنج، واكتر سر النجاح اي شركه في الدنيا الهايرنج. ده موضوع مش ما يتقالش في سؤال واجابه، موضوع صعب جدا. اشمعنى السعوديه يعني؟ ده اجمل سوق ممكن تشتغل معاه في الميدل ايست بشكل عام. لما نيجي نبص على الريجن، يعني لو نيجي نتكلم على الخليج، السعوديه اكبر سوق في الخليج، اسرع سوق تطورا ونموا، اكتر سوق بينفست في التكنولوجي وفي الديجيتال ترانسفورميشن والاي اي والسايبر سيكيورتي. يعني انا معايا جنسيه كنديه، اقدر اعمل بزنس في كندا وامريكا، عمري ما فكرت فيها. بس لما اقارن البيزنس هنا بهنا، السعوديه اكبر بكتير. عندنا بيزنس في دبي بس حجم السوق في دبي كمان اصغر بكتير من السعوديه. احسن مناخ واحسن ماركت ممكن تشتغل فيه النهارده. بس هل انت مش بتسبورت شركات في مصر؟ طبعا اكيد بنخدم شركات في مصر وفي الامارات عندنا عملاء، وبره مصر والامارات عندنا عملاء من كذا دوله تانية. فبس انت بتقول النهارده ليه السعوديه؟ ان انا بيزد في السعوديه وموجود في السعوديه. فهو الاختيار جاي من اي حد عايز يريلوكيت لاي ماركت تاني، بيبص على المعطيات الاقتصاديه، حجم السوق، حجم الاعمال، النمو، التسارع بتاع النمو، المناخ، القانون، الاستثمارات اللي حاصه في الاندستري ديت. فكل ده موجود في السعوديه. فانا لو رحتش السعوديه بغلطان يعني، او اي حد. يعني النهارده العالم كله بيجي على السعوديه. امريكان بيجوا يستثمروا في السعوديه، اللي عايشين في دبي بيجوا يبداوا بيزنس في السعوديه، مصر بيجي يبداوا بيزنس في السعوديه، كل الخليج بيجي يحط بيزنس في السعوديه. انا ستارت اب مصريه او ايا كانت جنسيتي ايه، من اي حته في العالم، ان شاء الله اكون جاي من اوروبا، من اسيا، من اي حته. انت دلوقتي بقيت عارف الطريق في السعوديه ممكن يبقى ازاي. طبعا احنا فخورين جدا ان احنا يعني موجودين. احنا دلوقتي بنسجل في الرياض عامه. ايوه دي حقيقة. وفخورين بكل اللي بيحصل في السعوديه.
وانا وانت كنا جزء من بروجرامز او ستارت اب بروجرامز موجودين في الرياض. فانا كنت عايزك تقول كده يعني فاست تراك، يعني ستيبس، علشان الشركات او الستارت ابس او رواد الاعمال اللي موجودين في اي حته في العالم، اللي نفسهم ان هم يعني يخبطوا على البيبان ويخشوا السوق السعودي ويبتدوا يجربوا شركاتهم هناك او كده، فتقول لهم ايه؟ الاول خلينا نقول حاجه مهمه. انا بدات شغل في السعوديه من 2014، يعني دخلنا يمكن في اواخر 2014 او 2015 مع جوبزيلا لما جت استحوذت من الشركه السعوديه. دخلنا للسوق السعودي في الوقت ده. كان ايه الوضع اللي احنا فيه النهارده انا وانت؟ ده كان حلو. يعني ما كانش في حاجه اسمها رخصه رياديه، ما كانش حاجه اسمها رائد اعمال ممكن ياخد رخصه ويفتح سجل تجاري وياخد برامج دعم من الدوله ويتعامل كانه شركه سعوديه واجنبي. واجنبي. ما كانش في الكلام ده. فانت النهارده بقى عندك المناخ ده موجود في السعوديه. اي حد في الدنيا يعني لو عايز ياسس شركه في السعوديه كستارت اب اونلاين تلاقي كل المعلومات اللي انت محتاجها عشان تعرف ازاي تاسس شركه بكل خطوات. برامج الدعم لا نهائيه في المملكه. احنا يعني ويترفاي داخل كل برامج الدعم اللي في السعوديه، بيدعموا كل الناس من وزاره الاتصالات، برامج كود، اس تي سي، انسباير يو، انتلر، نادر، انت هتضطر مسك. تحط لنا في الديسكربشن ايوه لينكس لكل الحاجات دي. مفيش مشكله طبعا، مفيش مشكله. فانا بقول لك يعني الفكره ان انت عايز تبدا بزنس في السعوديه، الابواب مفتوحه لك لاي حد، الباب مفتوح. ايه بقى اللي انا بلاحظه وبلاحظه في دبي ومش عايزه يحصل في السعوديه، ولان ده عمره ما هينجح حد؟ ان ناس كتيره تيجي تعمل لك سجل تجاري في دبي وترجع على بلدها وتقول لك انا عندي بزنس في دبي، عمره ما بيعمل حاجه، وبعدين تاني سنه يلاقي عليه مصاريف بيقفلها، انا مخسره معاه. صح. انت عملت كده في السعوديه برضه عمرك ما هتعمل حاجه. في مصر، في السعوديه، في دبي، في امريكا، عشان تدخل سوق وعايز تكبر فيه وتنتشر فيه لازم تبقى فولي ديديكيتد وافيلبل، موجود متواجد. وطبيعه السوق السعودي مختلفه. طبيعه السوق اي سوق في العالم. يعني انا ليا اصحاب كتير جدا من مصر راحوا فتحوا في دبي سجلات تجاريه، طبعا بعد سنه سنتين ماتت وقاعد في مصر. طب حلو دبي ده هنبقى نعمل. لما بكلم ناس بقول لهم انا عندي شركه في دبي، الكلام ده ما ينفعش. انت عايز تفتح في السوق السعودي، تعالى اول ان في السوق السعودي. سوق كبير جدا زي انت ما قلت، طبيعه السعوديه مختلفه، عايزين تواجد، عايز يسلم عليك، عايز يشوف عينيك، عايز ياكل معاك، عايز يخرج معاك، عايز يتغدى معاك، يشرب معاك قهوه، لو احتاجك يلاقيك قدامه. ده طبيعه السوق السعودي. ميزه السوق الحمد لله ربنا يديمها نعمه، ان انت طول ما انت بتعمل مجهود طول ما بتلاقي مردود وبتلاقي نتيجه. اتق الله وتوكل على الله واعمل كل اللي تقدر عليه، تعمل شغل كويس جدا في اي مجال. قول لي ايه النكست فيز بالنسبه لك دلوقتي في ويتيفاي؟ في ويتيفاي اه نكست فيز انها تكبر. يعني النهارده احنا بادئين مركزين جدا في السوق السعودي، هو ده اهم سوق عندنا. احنا لسه في البدايات، احنا لسه في اول الطريق. فاول الطريق ده معناه كمان ان لسه ما فيش نضج لاي حاجه ولا في اي حاجه اتظبطت على اخرها. يعني ما تعرفش مين المنافس بتاعك لسه، ناس بتطلع وناس بتنزل وناس بتموت. ما تعرفش مين الماركت ليدر لسه، ما تحددش مين الماركت ليدر. ما تعرفش ايه احسن بزنس موديل عشان تبيع بيه وتتوسع بيه وتكبر بيه. فكل حاجه لسه ستيل مش ماتيور. فاهم حاجه هنوصل للماتيوريتي ديت في السعوديه اولا، والاسواق التانية اللي احنا بنشتغل فيها ثانيا. عندنا اولويات في السوق، الاولويه مينلي السعوديه والامارات، دول اولى اولويات حتى اكتر من مصر، لان مصر التكلفه عليها عاليه. السوق يقدر يستوعب في الخليج التكلفه عن السوق المصري، ومع الوقت التكلفه بتقل. فالتركيز في الخليج لانه اسهل، وبعدين مع الوقت مصر لما تظبط وضعك في الثلاث اسواق تبتدي تفكر فيما بعد. احنا كشركه الابتكار طول الوقت يعني هدف عندنا. كل حاجه بنعملها بنشوف ازاي نقعد نطورها طول الوقت. موضوع الار ام دي طول الوقت شغال. احنا بنبني مودلز، ممكن نبقى قاعدين شغالين على مودلز بنبنيها وفي نص الطريق نوقف شغل عليها ونعمل موديل جديد، لان ظهر موديل جديد احسن نشتغل عليه، وخصوصا في نماذج الصوت بالذات. ومستني بقى ربنا يوفقنا. يعني هو كل ده مش هينجح غير بتوفيق ربنا، فاهم حاجه التوفيق. ان شاء الله ربنا يوفقك يا نادر. ان شاء الله. ان شاء الله. طب انا اللي شددني انه انت عندك سلام نفسي وانك انت ما عندكش مشكله في الخساره، ما عندكش مشكله في المكسب، ما عندكش شوف مشكله انا اقول في لك حاجة. على حاجه. مع ان الحاجات دي يعني انا بشوف ناس رواد اعمال
بيبقوا كلامهم بالشوكه والسكينه علشان خاطر ايه الامباكت بتاع الكلمه دي على مثلا انفستمنت راوند جايه. احنا مطلوب مننا بذل جهد وعنايه مش تحقيق نتيجه. حلو، يعني انا النهارده بحسبها لنفسي ازاي؟ دكتور دخل عمل عمليه، العيان مات، تمام؟ هل الدكتور بيلوم نفسه ولا لا؟ عاده مش هيلوم نفسه. ليه؟ لو اثر هيلوم نفسه. لو اثر، انما لو ما اثرش ما بيلومش نفسه. صح. فنفس الكلام، انا بالنسبه لي البيزنس بذل جهد وعنايه، انا مطلوب مني اعمل كذا انا عملته. البيزنس نجح، البيزنس فشل، ده بتاعته مش بتاعتي، يعني ده رزق من عند ربنا. فما بخافش. انا خايف امتى؟ لو قصرت في شغلي. انما طول ما انا مش مقصر في شغلي مش فارقه معايا. يعني انا عملت اللي عليا، الباقي بتاع ربنا. نفترض ربنا مش كاتب لي رزق، لعله خير. فدي وجهه نظري. عشان كده ما بزعلش في المكسب والخساره. مفيش في البيزنس حاجه كنت بخطط لها جت. يعني انا اقول لك عاده اللي بيحصل ايه، ان انا ببقى عايز اروح لانفسترز، كل اللي بكلمهم ما بيدونيش فلوس، وممكن اللي بيديني فلوس انفستر ما كانش على بالي خالص. الارزاق دي ما تعرفش ربنا بيجيبها منين. نادر، احنا عندنا حلم كبير في مصر، وانا بصراحه كان عندي يعني هيزيتيشن كده في ان انا اتكلم في القصه دي. احنا نفسنا، وفي رواد اعمال كتير موجودين في مصر عندهم نفس الحلم. احنا عايزين نمتلك التكنولوجيا بتاعتنا بايدينا. تفتكر ايه اللي ناقصنا؟ شوف، الموضوع ده مضايقني شخصيا، انا شخصيا مضايقني، ومضايقني على كل المستويات. تمام، يعني اديك مثال، احنا اسطى دي كانت بتنافس اوبر وكريم، وكنا بننزل ننافس كده، ودي صناعه وطنيه مش بس عشان الابلكيشن وطني، انت كمان بياخد معلومات حساسه. انت بتاخد كل تحركات المواطنين بتوعك، ومين بيروح فين، بيقابل مين، بيركب مع مين، فمعلومات حتى حساسه. فقيس على كده كل حاجه. ليه ما بقاش عندنا سوشيال ميديا عربيه ونتبناها، وما نستخدمش الحاجات زي انستجرام وفيسبوك يبقى عليها السوشيال ميديا بتاعتنا زي الصين وزي روسيا؟ دي كارثه. بالظبط. احنا كل معلوماتنا، كل اهتماماتنا، وكل تحركاتنا موجوده على المنصات دي. بالظبط، وهي دي الفكره. فده قرار. يعني انا النهارده انا اقدر ابني ويب سايت زي بتاع فيسبوك، اقدر ابني ويب سايت زي تويتر، نقدر نبني ويب سايت زي اي حاجه زي انستجرام، نقدر. يعني تكنولوجي اتس نوت كومبليكيتد. لا، ما بقاش صعب زي زمان. ولا زمان كان صعب، لان زمان بالتكنولوجيات بتاعت زمان ما كانش اللي كان موجود زمان. عندنا التالنتس واللي موجود النهارده عندنا التالنتس، واللي بيبني الكلام ده في الشركات الكبيره هم احنا المصريين. صح. فده قرار عايز بقى ايه؟ المايند سيت بتاعت كل الاطراف يشتغل عليه. يعني يجوا النهارده عايزين الناس اللي مهتمه بالسوشيال ميديا مثلا من رواد الاعمال، فنديهم فلوس عشان يبنوا التكنولوجيا بتاعتهم باحسن شكل ممكن. احنا كجهات حكوميه مثلا او شركات كبيره او كده، ما نحطش صفحات على السوشيال ميديا الاجنبيه، نحطها على الصفحات السوشيال ميديا العربيه، وندعم، ندفع حملات تسويقيه للناس دي. فهو قرار اولا الانتربرينورز موجودين. انت شايف انه ممكن تتشكل كوميتي او تشكل لجنه ما بين الحكومه وما بين رواد اعمال مصريين او عرب يقدروا يشتغلوا على التكنولوجيز الخاصه بينا احنا طبعا في الريجن؟ طبعا شيء اكيد سهل. احنا عندنا امثله ناجحه لده. يعني انت الصين، كل الصين ما بيستخدموش التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمها كلها بتاعت امريكا دي، ما حدش بيستخدمها. روسيا ما بيستخدموش التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمها، عندهم التكنولوجيا بتاعتهم. فانا في حاجه مثلا عاملاها الخليج ومصر عملتها عجباني جدا، موضوع البيمنت نتوركس. احنا زمان كنا شغالين كل حاجه بفيزا وماستر كارد. النهارده احنا عندنا مدى في السعوديه، عندنا في مصر ميزه. فده حد ذاته شكل من اشكال التكنولوجي اللي هي اللوكال، بتوفر في التكاليف ان المصاريف يعني اهو نقدر فنقدر نعملها. بس البنوك احتضنتها بتاعت ميزه، بدات تطلع كريدت كارد ميزه، نفس الكلام مدى يطلعوا. فده احد الابلكيشنز. انستا باي ما هو ابلكيشن محلي وبيربط، بيعمل الايكو سيستم بتاعنا او السيستم بتاعنا في حته معينه. فاحنا نقدر نعمل ده 100%. انا عندي الحلم ده شخصيا، انا شايف طول عمري ان احنا المفروض نعمل ده، وشايف ان احنا نقدر نعمل تقنيات تطلع العالم وتنافس بره. الشركات الكبيره هنا في الوطن العربي لما بتروح كستارت اب لشركه كبيره بتخاف تشتغل معاك، بتقلق. لا دي لسه شركه صغيره، لا دي شركه ما عندهاش خبره، ده ممكن ما يستمروش، فيخاف يشتغل معاك. ودي مصيبه. روح بقى امريكا، هتلاقي الشركات الكبيره
بتهتم جدا بالستارت ابس. يجي لها واحد عنده فكره او مش مجموعه شباب عندهم فكره ريليتد بالشغل بتاعهم، يحتضنوهم ويدوهم كل الدعم. نجحوا ما نجحوش خلاص، بس بيدوهم الدعم، بيثقوا فيهم. ده من نابع ايه؟ من نابع وطني يعني، ولا من نابع هو من يعني، ولا المنتاليتي دي جايه منين؟ كلتشر البلد، يعني كلتشر المجتمع هناك. ريادة اعمال، ندعمهم بفلوس، نكبرهم، نخليهم يكملوا بناء، بيبنوا شغيان اللي هم عايزين، ما نعملش عليهم ضغوط كوميرشال. يعني يا جماعه ما نشتريش من شركات المفروض من بره، ندعم الستارت ابس بتاعت بلداننا العربيه طبعا علشان تكبر ومعاها طبعا يكبر 100%. الاقتصاد بتاعنا طبعا كلنا. لازم، يعني لازم نديهم دعم على قد ما نقدر. يعني النهارده لو انا جاي لي اصلا حتى كشركه عندي، شايف حد بيقدم الخدمه لوكال، وشايف حد تاني من الشركات الكبيره بره، انا بشتغل مع لوكال احسن لي كتير. اول حاجه بحس ان انا كده كده هاخد الخدمه، وفي نفس الوقت بفيد الاقتصاد بتاع وطننا ومنطقتنا. فبره بيعملوا كده، انا اتمنى ان في مصر يعملوا كده، بتمنى ان في السعوديه دايما يبقوا بيعملوا كده، وهكذا. يبقى عندنا الفكر ده، نتمنى يعني اتمنى ان ده يحصل ان شاء الله في يوم من الايام، ويبقى عندنا تقنيات وطنيه، ونقفل الباب على اي حد اجنبي، ويبقى احنا اللي مسيطرين على التقنيات بتاعتنا. بدات بالفنتك في مجالات كتيره جدا، فاتمنى انها تنتشر في بقية الحاجات. احنا انا بتكلم معاك في الموضوع ده لان زي ما انت شايف طبعا بيحصل صراعات. يعني احنا مش عايزين نخش برضو في الجزئيه دي يعني دلوقتي في السياسه، ولكن بيتم استخدام المعلومات بشكل فيري اجريسيف. خطر جدا. وخطر، لا احنا ما خطر نعرفش، جدا. ممكن بكره المعلومات دي خطر جدا. انت مخترق، انت في جميع الاحوال انت مخترق، يعني بلا منازع مفيش شك. فانت مخترق، فانت عايز تقلل الاختراق، فانت لازم تشوف انت الاختراق ايه الحاجات الحساسه اللي عندك. الانتقالات حساسه جدا، انت بتتحرك منين لمنين، انت مخترق. التعاملات والتواصلات انت مخترق. اسرارك الشخصيه انت مخترق، يعني فاهم الحاجات دي كلها انت مخترق. صح. فمهم جدا ان انت يبقى عندك خطه ان انت تقفل الاختراق ده، فاهم. حتى الاي اي، يعني انت بتتكلم، شوف كميه المصايب اللي كسمعه على شات جي بي تي واوبن اي اي، والاختراقات اللي بيعملوها، وبيستخدموا بيانات المستخدمين ازاي، ويعيدوا تدريب عليها المودلز، في اختراق يعني حاصل. ده كمان الاي اي بيخلي الاختراق اكبر بكتير كمان. اتمنى ان كل العالم يفكر في كل التقنيات بهذا الشكل، ان احنا نخليها تكنولوجيا وطنيه ايا كانت ايه الدوله، يحمي بيانات المستخدم ويحمي بيانات المواطنين والمقيمين في كل دولة. أتمنى أن ده يحصل. أتمنى أن هم مش بس يعملوها، طبعا هي مين شركة طبعا الدولة، بس أتمنى أن هم يدعموا كمان كل الشركات، كما في السعودية أو مصر أو الإمارات أو أيا كان، ويبقى على سكيل أكبر. وأتمنى أن احنا حتى كمستخدمين شركات وأشخاص ندعم جدا الصناعة الوطنية. أنا فخور جدا إن بوتيفاي هي منتج سعودي، تقنية سعودية. يعني احنا حاطين اللوجو بتاعنا ان احنا تقنيه سعوديه. مهم جدا ان انت تدعم جدا صناعتك الوطنيه، ومش بس صناعتك الوطنيه ان انا مصري اخد شركه مصريه، لا، وكمان الاقليميه، اللي هو انا اخد شركه سعوديه ما اخد شركه امريكيه، اخد شركه اماراتيه ما اخد شركه امريكيه. يبقى الفكر ده موجود، اتمنى ان هو يبقى موجود، و... ونكبر ونقفل على نفسنا الايكو سيستم ده، ويبقى في امان، نبقى احنا معلوماتنا واستخداماتنا في امان. ده حلم يعني، يا رب يحصل. يا رب يحصن. يا رب ان شاء الله. شكرا يا نادر، العفو. شكرا لوقتك. شكرا ليك كمان، مبسوط بالمكان ومبسوط بالقعده معاك، الله يخليك. مبسوط بالدiscussions الجميله اللي حصلت. الله يخليك. يا رب تبقى مفيده للناس لا ديفنتلي هتبقى مفيده للناس. يا رب.